بسم الله والابن والروح القدس إله واحد امين. مش حد بس ينور لي النور الله. قلنا 4 كلمات في النهاية علشان نقدر نواجه الألم. أول كلمة قال لنا ما تستغربوش، يعني اقبلوا. تاني كلمة افرح. تالت كلمة افحص. رابع كلمة استودع نفسك في ايدين الله. وبرضك بيبتدي كده، مش بيقول ايها المؤمنون او ايها الرجال، لكن يقول ايها الاحباء لا تستغربوا البلوى المحرقة. اوعوا البلوى او المصيبة اللي حاصلة تنسيكم انكم احباء، ان البلوى دي لا تتعارض مع محبة الله ليكم. تقول لي طب بس ليه اقبل الالم وازاي اقبل الالم؟ انا هقبل الالم لان شفنا لحد دلوقتي ان الالام دي حتمية يعني ضرورية. الالام دي دليل على البنوية بتاعتي لربنا، لان كل اب يحب ابنه بيأدبه، وإن الآلام دي للتزكية، الآلام دي ليها فايدة، وإن صعب عليا إني أرفس مناخس، إني أقاوم، لكن لو طوعت الآلام دي تنتهي وتختفي. عشان كده برضك رثاء النفس بيزود الألم. اوعوا تفتكروا رثاء النفس وإن الإنسان يقعد يرثي نفسه ويقول اللي حصل لي ومش اللي حصل لي، ده بيزود الألم. لكن الخضوع والطاعة ده بيقلل الألم. وهيقول لنا سبب تاني ليه نقبل الألم في الإصحاح 5. يقول لأن نفس هذه الآلام تجرى على إخواتكم الذين في العالم. ان في آلام نتيجة وجودنا في العالم. فهنا ان انا اقبل الألم او اتسلح بنية استعداد قبول الألم. لكن تاني حاجة يقول لنا افرحوا. وكلمة القبول لازم يجي وراها فرح، لأن في قبول الإنسان المضطر أو الإنسان المستسلم يقول لك وأنا في إيدي أعمل إيه؟ أو مغلوب على أمري. لكن يقول مش بس تقبل، افرحوا. افرحوا لأن في سبب يخليكم تفرحوا بقبول الألم ده. تقول طب أجيب يعني إحساس الفرح ده منين؟ خدوا بالكم مثلا يعقوب بيقول احسبوه كل فرح، مش اشعروا بانه فرح، لكن لازم تعيد حساباتك وتعرف ان الألم ده للفرح. احنا عارفين ان الألم مرتبط بالحزن والكآبة والوجع، لكن يقول لا، في حسابات جديدة تبتدي انت لما تاخد الطبيعة الجديدة، تقدر مفاهيم كتيرة عندك تتغير. وزي ما قلنا ان في كل مرة يجي فيها ذكر الألم، على طول الألم ده يرتبط بعديه الوجه التاني ليه ايه؟ المجد. فايه اللي يخليني افرح في وسط الألم؟ ان انا عينيا على المجد. طب امتى ده يحصل؟ المجد ده يحصل امتى؟ بصوا كده ال3 4 آيات اللي قريناهم في الآخر. هل المجد ده حاجة هتيجي ولا حاجة احنا بنعيشها دلوقتي؟ طيب روح المجد والله يحل عليكم، ده امتى؟ الآن. الحقيقة ان المجد ليه 3 أبعاد. المجد اللي يجي بعد الألم ده
أولا كلنا عارفين أن في السماء خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. فأولا ده في السماء. وبولس الرسول يقول لما عدت حساباتي إني أحسب أن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. لا تقاس يعني إيه لا تقاس؟ لا تقارن. يعني الآلام كلها اللي احنا بنشوفها في الوقت الحاضر لو قارناها بالمجد اللي هنشوفه في السماء الآلام دي تساوي صفر. لا تقارن لا تقاس يعني تساوي صفر. فأولا مجد ليا في السماء، لكن مش معنى كده ان في الارض مش هيبقى لي مجد. يقول لا وكمان في الارض، لأنه يقول روح المجد والله ده امتى؟ الآن يحل فيكم. فاللي يساعدني ان انا افرح بعد ما اقبل الألم ان انا بشوف المجد حاليا الآن. ليس فقط مجد لينا في السماء لكنه مجد فينا الآن. مجد فينا الآن. فده اللي يخليني أفرح بالألم، وده اللي بيخفف لينا الألم، إن احنا بنشوف الوجه التاني بردك هنا على الأرض. فاحنا لينا مجد ينتظرنا ولينا مجد يحيا فينا الآن، والمجد ده هو اللي بيقوينا على احتمال الألم. فمش بس لينا وفينا، لكن كمان المجد ده بينا، لأن الله يتمجد بنا الآن. مش بس يحط المجد فينا لكن يتمجد بينا. وزي ما قلنا شهادة مين الأعظم؟ الإنسان اللي بيوعظ ولا الإنسان المتألم؟ المتألم. فعشان كده الله يتمجد بالمتألم. وخدوا بالكم ده اللي يفسر لنا ليه بطرس نام وهو في السجن وكان صبح تاني يوم يتقتل، تتقطع راسه. جاب السلام ده منين؟ وازاي ما كانش قلقان؟ لأن بطرس حسبها صح. قال هو أنا عايش بعمل إيه؟ أنا عايش بمجد المسيح. طب ولما هموت؟ أصل المسيح كان قال له قبل كده لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك، وآخر دلوقتي هيمنطقك ويقودك حيث لا تشاء. يقول كده يوحنا يعلق قال هذا مشيرا إلى أي ميتة كان مزمعا بها أن يمجد الله. فبطرس حسبها أنا عايش أمجدك، وأنا متأكد في موتي برضك إيه؟ همجدك. فالموضوع مش فارق، الموضوع مش فارق. فعشان كده جاب قدرة على إنه ينام وهو صابح تتقطع راسه تاني يوم. يعني القصة مشكوك فيها شوية يعني. فأية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. فعشان كده قدر ينام. فاللي يخليني أفرح إن في مجد ليا ومجد فيا ومجد بيا. أول كلمة اقبل، تاني كلمة افرح. لكن أخطر من الاتنين افحص نفسك. ألمك ده يا ترى بسببك ولا بسبب المسيح؟
الألم اللي أنا فيه ده بسبب خطيتي ولا بحسب مشيئة الله؟ وده مهم قوي للإنسان إنه يعملها. فيقول فلا يتألم أحدكم كقاتل. طب أنا قتلت؟ سؤال مهم. أنا قتلت؟ علمتنا مرة إنه القتل الدم مش بس القتل اللي هو احنا نعرفه، لكن كمان لو أنا تعبت شخص فأنا لو أنا تعبت شخص أنا قتلته معنويا. لكن أكتر من كده يوحنا يقول إيه؟ من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. فاللي بيبغض أخاه، اللي بيهين أخاه، اللي بيدين أخاه، اللي بيذم أخاه، كل ده قتل. وعشان هو قتل هيتألم، بس هنا الألم ده مش بحسب مشيئة الله. طب سارق، يا ترى أنا حرامي؟ يعني خليها علينا عشان كل ما راسك بتقول أنا قادر بقول على أساس المعنوي وكده، بس مش عايز أقول على راسك. أنا حرامي؟ أنا كتير حرام. بنتكلم بشكل إحنا. كتير بسرق. السرقة مش حاجة مادية، لكن السرقة ممكن تكون حاجة معنوية أو نفسية. لما باخد حاجة مش حقي، لما باخد مديح مش ليا، أو لما ما بديش الطرف الآخر الإكرام والحق والشكر اللائق بيه، كل دي سرقة. لما بسرق الكرامة أو الاحترام أو الشكر أو الحق، كل دي سرقة. أو الخادم اللي ممكن يعمل خدمة عشان الناس بتمجد هو مش بيمجد ربنا بيها عشان يتشهر، كل دي سرقة. أقول لكم بردك سرقة اللي الجواز بيعملوها في بعض، الزوج والزوجة. بس ما تزعلوش. بولس كده بيقول لا يسلب. يسلب يعني ايه؟ يسرق احدكم حق الاخر. المرأة ليست لها تسلط على، ولا الرجل ليس له تسلط على جسده. تعرفين طبعا عملية الجنس، ساعات الستات وساعات الرجالة يسرقوا حق التاني. مش انه يسرق حق التاني في انه يروح يزني، لا، يمنع نفسه عن الاخر. اما بقى تأديب، اما بقى تنكيد، اما بقى يعني اذلال. الطرفين بيعملوها، الطرفين بيعملوها في العلاقات الجسدية، العلاقات الجنسية، في سرقة. صحيح سرقة لو أنا بعمل العلاقة غصب عن التاني، وفي سرقة لما أنا أمنع نفسي عن التاني. فلا يسلب أحدكم الآخر حقه. ساعات يستخدموها نقطة ضغط. لا يسلب أحدكم الآخر حقه. فالسرقة لها أنواع كتير، وأغلب الخناقات والصراعات اللي بتحصل نتيجة سرقة الجنس من الآخر. 99% من المشاكل هي الجنس أو وراء الجنس. كل دي أنواع من السرقة. أو فاعل شر، إنه عمل حاجة بالفعل، أو متداخل في أمور غيره. يعني حشر نفسه، يعني بيقول ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه. لكن في مثل حلو قوي في سفر الأمثال صح 26 وعدد 19. المثل ده افهموه كويس. بيقول كممسك أذني كلب
كممسك أذني كلب. يعني واحد مسك أو شد ودن كلب. لما تشد ودن الكلب هيعمل فيك ايه؟ هيهبشك. فبيقول كممسك أذني كلب من يعبر ويتعرض لمشاجرة لا تعنيه. يعبر ويتعرض لمشاجرة لا تعنيه. فالمتداخل في أمور غيره ده هيجيب لنفسه ألم. وبعدين يقول كده يعني كلمة، لأن القضاء من بيت الله. يعني ربنا هيحكم، القضاء يعني الدينونة، وهيبتدي يدين مين؟ اللي في بيته قبل ما هيدين اللي بره بيته. صحيح هو هيدين الكل، لكن هيبتدي بمين؟ بولاده. فيقول كلمة صعبة قوي، ان ولاده حسابهم يعني ما يفتكروش ان الدنيا هتبقى سهلة. إذا كان هيعمل كده مع ولاده، هيعمل إيه بقى مع الناس اللي بره؟ مشكلة. لكن يقول رابع حاجة في معالجة الألم، إنك بعد ما تقبل وتفرح وتفحص وتلاقي إن ألمك دي بحسب مشيئة الله، فاستودع نفسك. مش استودع آلامك، استودع نفسك كما لخالق أمين. يعني انت بتحط نفسك في ايدين مين؟ خالق. الخالق ده يعني سبب وجودك، اللي جابك، اصلك. ومش بس هو خلقك، لكن كمان امين. امين يعني بيرعاك. فانا في وسط الالم بتاعي، لو لقيت الالم بتاعي حسب مشيئة الله، فانا مطمئن، لاني بحط نفسي في ايديه، في ايدين اللي جابني واللي مسؤول عني واللي بيرعاني واللي هيحافظ عليا واللي هيخلصني. فخلاص في وسط الالم انا مطمئن. في وسط الالم انا مطمئن. طب السؤال المهم، لو فحصت ذاتي ولقيت فعلا ان انا كنت قاتل وسارق وفاعل شر ومتداخل في امور غيري، واني الامي دي مش بحسب مشيئة الله، ولكن انا اللي عملت الالم وجبت الالم ده لنفسي، خلاص الدنيا خربت والموضوع انتهى. ماليش رجاء، مش هقدر استودع نفسي في ايدين الله الخالق الامين. يقول لا، في رجاء، بس عشان لو كنت انت سبب الالم ده، لانك سلبت الطرف الاخر او سرقته او قتلته او زنيت او فعلت شر او تدخلت في امور لا تعنيك، في طريق علشان تقدر تطلع من الامك. وده اللي ابتدي يقوله في إصحاح 5. أطلب إليكم إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن. وزي ما أنتم شايفين كل مرة فيها آلام معها مجد. ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط، كمان لا كمن يسود على الأنصبة، بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض، وتسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين. وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة، فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، كي يرفعكم في حينه.
ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فقوموا راسخين في الإيمان عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. بعدين الختام بقى أروع حاجة. وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا. يسيرا يعني قليل في الكمية وقليل في الوقت. هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين. طب إذا كان تألمي نتيجة خطيتي أعمل إيه؟ لو فحصت ذاتي ولقيت الألم بسبب خطيتي، يقول بص قدامك كذا خطوة تعملها علشان تخلص من الألم ده. ابتدى يقول في حاجة اسمها رعاة. أول 3-4 أبيات بيتكلم عن الرعاة الشيوخ. ابتدى يحطهم بصفات، قال أنا الشيخ شريككم ورفيقكم وشريك المجد العتيد أن يعلن، ارعوا رعية الله. روح للرعاة. روح للرعاة، هم اللي يساعدوك ان انت تتوب وتتغفر خطيتك. والرعاة دول اتألموا زيك، يقدروا يساعدوك وعارفين الأحاسيس اللي جواك. والرعاة دول بيرعوا مش عن اضطرار، مش غصب عنهم، بل باختيارهم. عشان كده ربنا لما رجع بطرس راعي سأله 3 مرات أتحبني؟ يعني انت اخترت انك تحبني يا بطرس؟ فبطرس يقول له نعم يا رب. فكان المسيح يقول له ايه؟ لو انت بتحبني ارعى الخراف بتاعتي. والرعاة دول من بين الشعب مش فوق الشعب. قال لهم ما تسروش مسيطرين على الرعية او فوق نفس الرعية، لكن انتوا زيهم. وشغلة الرعاة انهم يرجعوا الضال، يجبروا المكسور، يطلبوا المفقود. فيقول لهم ارعوا رعية الله التي بينكم. طب والرعية دي حالها ايه؟ مصل فيها خرفان كتيرة مجروحة نتيجة خطاياها ونتيجة بعدها ونتيجة التصرف الغلط اللي عملوه. عشان كده لما تتألم نتيجة خطيتك اوعى تنعزل، اوعى تقفل على نفسك، لكن نعمل ايه؟ روح للرعاة، يطلبوا الضال، يستردوا المفقود، يجبروا الكثير، يعصبوا الجريح. فروح للرعاة يتوبوك، يرجعوك تاني مرة للحظيرة بتاعت الخراف. لأن الرعاة دول مين اللي رتبهم لك؟ ربنا حطهم لك علشان يساعدوك على التوبة والرجوع. الراعي ده شغلته انه يأكل، يطعم، يغذي، فيعرف يغيث المعي. في آية رائعة كده هنشوفها في سفر أشعياء، بيقول أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين.
المعلم هنا أخذ لسان مش معلم لكن لسان متعلم. ليه؟ لكي أغيث المعي بكلمة. يعني الراعي ده أصلا هو تعلم إنه يغيث التعبان بإيه؟ بالكلمة، بالإرشاد. الراعي ده يغدي يعني أكل يطعم، والراعي ده يحامي، عشان كده سماهم نظار أو أسقف أو ناظر من فوق، يلاحظ يراقب. إن كان في عدو جاي يهجم، أو حتى الإنسان ساعات بيبقى عدو نفسه، فلازم يروح للناظر اللي باصص عليه من فوق، لأن ساعات الإنسان ما بيبقاش عارف نفسه أو بيحكم على نفسه غلط أو معجب بنفسه، لازم حد من بره يقول له خد بالك أنت عدو نفسك. ودي الحماية، إن أنا بحميك كراعي من نفسك. وبعدين الرعاة دول يداووا، فالرعاة شغلتهم يطعموا يغدوا بكلمة ربنا، انهم يحاموا عن الانسان حتى ضد نفسه، ان هم يعصبوا او يعالجوا او يداووا الخروف اللي مكسور ومجروح ومخطوب. بس تملي ربنا يعلم الرعاة ازاي تبقى ايديهم ايدين حنينة مش خشنة. لان عشان بطرس ده اللي قال انا شريككم وراعي واسقف زيكم، المسيح اداله رعاية. فاكرين قبل ما يقع بطرس المسيح قال له ايه؟ الشيطان طلب أن يغربلكم كالحنطة، لكني طلبت من أجلك لئلا يفنى إيمانك. متى رجعت اعمل إيه؟ ثبت إخواتك. طب وليه اللفة الطويلة دي يا رب؟ وأنا لازم أقع وارجع؟ لما أنت طلبت مني وطلبت من أجلي كنت تقدر تمنعني من إن أنا أغلط، وبرضه كنت هثبت لك إخواتك. قال له بس كنت هتثبتهم بإيدين خشنة، كنت هتفطسهم مش هتثبتهم. لكن لما أنت وقعت ورجعت هتبقى إيديك حنينة، هتبقى ايديك حنينه. عشان كده بطرس لما اتكلم عن الرعايه اتكلم عن اروع ما تكون الرعايه، لانه ما بقاش بايدين خشنه، بقى بايدين ناعمه حنينه يرجع اللي ضاع. فقال في 3 امور في الرعاه دي ما يعملوهاش و3 امور يعملوها. ايه ال3 حاجات اللي ما يعملوهاش؟ في 3 لقات. بصوا طلعوا الورق، مش معاك ولا ايه؟ لا عن اضطرار. تاني حاجة لا لربح قبيح. تالت حاجة لا كمان يسود على أنصبه، يعني ما تركبش فوقيهم، بس اعمل 3 حاجات. كل لا جت بعديها بل بالاختيار، شق قلبك انك تختار انك ترعى. بل بنشاط مش بكسل. بل صائرا مثال، يعني قدوة للرعي، مش بكلماتك لكن بحياتك. عملته كده هيبقى في إكليل للحياة وفي إكليل للبر وفي إكليل للمجد.
في 3 أكاليل ذكر في الكتاب المقدس. إكليل الحياة طوبى للرجل الذي إذا احتمل التجربة فإنه ينال إكليل الحياة. في إكليل البر، ده للإنسان اللي جاهد وأنكر بره الذات. جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي أخيلا، وضع لي إكليل البر. في إكليل المجد، ده الناس اللي ضحت ينالون إكليل المجد الذي لا يبلى، اللي اتكلم عنه بطرس دلوقتي. يعقوب اتكلم عن إكليل الحياة، بولس اتكلم عن إكليل البر، وبطرس اتكلم عن إكليل المجد. والتاني خطوة، لو انت غلطت مش بس روح للرعاة، لكن يتكلم عن الخضوع للمرة الخامسة. اخضعوا، يتكلم للأحداث، يتكلم بصفة عامة اخضعوا بعضكم لبعض، عشان الستات ما تزعلش انهم هيخضعوا للرجالة، لكن بعضكم لبعض هنا يعني الرجالة تخضع للستات والستات تخضع للرجالة. فاخضعوا للمعاملات الإلهية والمعاملات الرعوية، خضوعي للكنيسة. عشان كده بيقولوا أطيعوا مرشديكم. بولس يقول كده في العبرانيين: أطيعوا مرشديكم واخضعوا لكل ترتيب. يعني اقبل التأديب اللي هتديهولك الكنيسة واللي هيديهولك ربنا. إذا كان الألم ده نتيجة خطيتك فاقبل التأديب. عارفين واحد زي موسى ده، يعني اللي كان وصل لدرجة سموه كليم الله، كان يرى الله وجها لإيه؟ وجه. موسى عمل حتة غلطة صغنونة كده، ربنا قال له كلم الصخرة، مسك الصخرة ضربها. فربنا قال له ما انتش هتخش أرض الموعد. فضل شايلها جواه، وقبل ما يموت بعد 40 سنة قال له دعني أعبر وأرى الأرض. قبل ما يموت ده خلاص، يعني يا رب انت عارف انه هيموت، يعني ما تسيبه يعدي ويشوف. قال له لا، كفاك، لا تطلب مني. يا سلام يا رب، للدرجة دي بعد اللي عمله ده كله ربنا ما رضيش يخليه يشوف الارض. ومش بس قال له كمان ما تطلبش مني انك تخش. موسى عمل ايه؟ خضع. ولما خضع ربنا دخله ارض الموعد. بس دخله امتى؟ في التجلي، دخله في المجد. فموسى مثال رائع للخضوع. إيليا مثال رائع جدا للخضوع لتأديب الله. إيليا ده اللي نزل نار من السماء بعد ما منع المطر وقتل أنبياء البعل، وعمل خلى كل الشعب يقول الرب هو الله، الرب هو الله. عمل غلطة صغيرة لما إيزابل هددته، يقول مضى لأجل نفسه، وضرب بوز وقال لربنا الناس كلها سابتك وما حدش بقي لك ايه غير. ربنا قال له ايه؟ قال له ارجع امسح إليشع نبيا عوضا عنك. يا رب بعد اللي عملته ده كله بتقول لي ما انتش نافع وروح حط واحد مكانك؟ ده لو كنت مكانه كنت ردحت لربنا. لكن إيليا عمل ايه؟ اول حاجه راح عملها، راح مسح إليشع نبيا عوضا ايه عنه. فقال له طب عشان انت خضعت وعشان انت سمعت الكلام انت مش هتقعد على الارض، هاخدك في مركبه فين؟ في السماء. بولس الرسول نفسه
لما قعد يزن على ربنا قال مرات كتيرة تضرعت أن يرفع عني الشوكة اللي في الجسد. ربنا قال له لا، لما قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل، ابتدى يقول أصر بالضعفات وبالضرورات وبالشدائد لأن حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. أروع من كل دول علي الكاهن. فاكرين قصته مع صمويل لما كان صمويل يسمع الصوت ويروح له انت يقول له لا مش ناديك، ما بنادتكش. بعدين في الاخر فهم علي ان ربنا بيكلم صمويل، فراح قال له روح تكلم يا رب فان عبدك بس اللي هيقوله لك تعالى قوله لي، اوعى تخبي عني حاجه. فراح صمويل كرر له اللي ربنا قاله له، وكان من ضمن اللي ربنا قاله لصمويل ان علي ده هتتكسر رقبته وعياله يموتوا. فراح قال له علي الكاهن عمل ايه؟ خضع وقال ليكن ما يريده الرب. بالرغم ان علي يعني عليه غلطات كتيره، لكن اعظم حاجه كانت في علي الكاهن انه قبل تأديب ربنا. طبعا خضع لتأديب ربنا. لانه عارفين ده لو انا مكان علي الكاهن وصمويل جاي يقول لي كده، ابسط حاجه كنت اعملها ايه؟ هطرد صمويل من الهيكل. كان ما حدش قال انه مش غلطان، لكن انا بتكلم على الموقف. واحد جاي يقول لي انا هاخد مكانك وربنا هيموتك، اقول له طب امشي اطلع بره. ده خدوا بالكم يعني لو في خادم قديم وجاله خادم جديد اعترض معاه، يا ويله يا سواد ليله، عشان بيراجعوا في حاجه. فتاني حاجة اخضع للمعاملات الإلهية والرعوية إذا كان ألمك ده نتيجة خطيتك. فأول حاجة روح للرعاة قدم توبة، تاني حاجة اخضع للتأديب الإلهي وربنا هيرفع الألم. تالت حاجة يقول تسربلوا بالتواضع. يعني ايه تسربلوا بالتواضع؟ تلفوا بيه. تواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه. عارفين مشكلة الإنسان اللي عمل خطية وبعدين خد ضربة، الإنسان ده بيعمل إيه؟ هو يعني يا رب ما فيش حد غيري تستقصده؟ ما كل الناس بتعمل اللي أنا عملته. أو بلسان حاله ذنبي أعظم من أن يحتمل. أنت بتديني عقاب كبير قوي فوق احتمالي. عشان كده الألم معاه بيعمل إيه؟ بيزيد. لكن لو الإنسان اتواضع قدام ربنا وقال له أنا استحق أكتر من كده يا رب، الألم ده على طول ينتهي. عشان كده يقول تواضعوا تحت يد الله الايه؟ قوية. ما تبقاش فوق ايدين ربنا متذمر، لكن خليك تحت ايدين ربنا. لما تبقى تحت ايدين ربنا هيشدك لفوق، هيرفعك لفوق. فاذا كان الألم اللي حصل في حياتي ده نتيجة سوء تصرفاتي، سوء تربيتي للولاد، فبدأ نقول ما اولاد الناس كلهم اشرار وكويسين، ما فيش غير ابني اللي هتخليه وحش، تسايبه وحش. لما تتواضع تحت يد الله يرفعك في حينه. فاذا كانت الخطيه بسبب الالم اللي في حياتي ده بسبب خطيتي، روح للرعاة قدم توبه، اخضع للتأديب
تالت حاجة اعمل ايه؟ تواضع تحت يد الله، فربنا يرفعنا على طول في زمن الافتقاد. لكن كل ما الإنسان بيقاوم يتذمر طول ما المدة بالطول والألم بيكتر أكتر وأكتر. وبعدين يدينا حل رابع بقى كمان أروع حل: ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. وخدوا بالكم من كلمة ملقين. ملقين يعني ارمي. احنا ساعات بنروح لربنا مش بنرمي الحاجة عنده، لكن بنروح مع ربنا نشتكي ونحكي ونطلع واحنا شايلين نفس الايه؟ الشيلة. لكن بيقول ارميها بقى عند ربنا، خلاص ما تطلعش بيها تاني. وده اللي عملته حنا أم صموئيل لما كانت متألمة ومتكمدة ومتنكدة ودخلت تصلي في الهيكل، وبعد ما صلت يقول وهي طالعة لم يكن وجهها مكمد بعد. ليه؟ انها طلعت نصحة، رمت اللي كان تعبها عند ربنا. مش دخلت حكت مع ربنا وقعدت تشتكي وترسي حالها، لا، ده دخلت رمت فثابت كلية. وبعدين يقول ملقين كل، مش بعض. الهم الكبير والهم الصغير، الخطية الكبيرة والخطية الصغيرة، الهم السهل والهم الصعب، ارمي كله عند ربنا. لأنك لو طلعت وانت شايل بحاجة مش هتتحل. يعني مثلا لو انا بصلي من اجل الكنيسه الجديده، هقول في هذا الموضوع مره وخلاص؟ لا، في فرق بين انا تكرار الصلاة والطلب، لكن في كل مرة طالع وواثق ان موضوعي عند ربنا، وبين ان انا كلمت ربنا لكن طالع وشايل الهم زي ما انا دخلت. انا سمعت يعني قبل كده كلمه بتقول ان الواحد لما يصلي من اجل حاجه ما يطلبهاش مرتين، لان ده عدم ايمان ان الله ما سمعش. واذا كان هو قال في لجاجة. احنا بس ساعات بنربط حاجات غلط. في فرق بين اللجاجة وبين عدم الثقة في ان ربنا سمعني فبطلب منه مرة تانية. يعني هو مثلا ممكن واحد يقول اصل انا طلبت من ربنا ولسه الموضوع ما استجابش، يبقى ربنا لسه ما سمعنيش، او جايز انا قلتها بلكلكه. لا، ده سمع كل ان من اناتك، ده لازم يبقى ايمانك. ففي فرق بين اللجاجه وبين ان انا متشكك، سمع ما سمعش، قلتها كويس ولا ما قلتهاش كويس. زي واحد مثلا يجي يعترف، بعد ما بيعترف ويتقرا له التحليل، يرجع مثلا بعد اسبوع يقول اصل انا يعني يمكن ما وضحتلكش الصوره قوي. هو اعترف للاسف واتقرا له التحليل، لكن ما زال حاسس بتقل الخطيه، هو ما رماش الخطيه. ماشي، انا اسف كنت بس يعني دي ما بتعتمدش برضه على الحاله الروحيه. يعني اسمع ان تثبت المرأة في القدر، فانا ممكن وانا بصلي حالتي منيله وانا بصلي فبرجع تاني اطلب تاني. تعتبر بكده، لكن عايزين نقول احنا عايزين نوصل للحاله كويسه، ان احنا نوصل للايمان، للثقه. ويقول همكم مش همومكم. همكم ده بصيغه اوعى تخزن هم على هم، لكن اول باول ارمي عند ربنا. وبرضك يقول ملقين كل همكم عليه، مش امامه. يعني حط الخطيه بتاعتك عليه مش قدامه. لأنه هو، حطوا 1000 خط تحت كلمة لأنه هو، ليس غيره، هو وحده عنده
الخلاص، وهو وحده عنده العناية، لأنه هو يعتني. كلمة يعتني مش بس يسمع أو يعرف، لا، ده مش بس بيسمع ويعرف، لكن كمان يعتني. يعتني يعني يدبر الأمر. بس يعتني بإيه؟ بكم، مش بالهم. بكم، يعتني بيك أنت شخصيا، مش بالمشكلة، لأنه ممكن المشكلة تفضل موجودة لكن أنت معتنى بك بالرغم من وجود المشكلة. فهو مش بيحل المشكلة في كل مرة، لكن كل مرة لازم يعتني بيك أنت شخصيا. كان بطرس أحلى واحد جرب الآية دهيت، ملقين كل همكم لأنه هو يعتني بكم. كان عنده هم حماته العيانة، رماها قدام المسيح، المسيح عمل ايه؟ شفاه. كان عنده هم، مش حد مريض، كان عنده هم الفشل، تعبت الليل كله ولم اصطاد شيء، فاشل، رماه على المسيح، اتغير، تحول للنجاح. كان عنده هم التفليسة، جم في مرة اللي بيجمعوا الجزية قالوا له أما يوفي معلمك الفلسين؟ فقعد يهرش، طب المعلم هيجيب فلسين منين؟ وأنا كمان هجيب الفلسين منين؟ فراح المسيح من غير ما يسأل بطرس قال له اعمل ايه؟ روح اصطاد، هتلاقي فيه ستار، روح ادفع عني وعنك. فهم التفليسة برضك ربنا شاله. كان احسن واحد يختبر الهم ده، هو هم المرض وهم الفشل وهم التفليسة. لما قطع أذن عبد رئيس الكهنة ده ورط نفسه توريطة مهببة على قضية على طول. قطع ودن ايه؟ واحد. المسيح عمل له ايه؟ قال له انت ردش سيف، لكن هات الودن دي، لزقها، رجعها له تاني، طلعه من الورطة. شالوا من هم الورطة والتهور بتاعه. حتى هم خطيته لما أنكر، المسيح قال له ما تشيلش هم، طلبت من أجلك لئلا يفنى إيمانك. حتى وهو مسجون كان رامي همه على المسيح، ما كانش قلقان. فهو يعتني بكم لما قالها بطرس ما قالهاش كده شعار يعني، لكن قالها نتيجة اختبار. أنا جربت، هو اعتني بيه، كل هم عندي هو شاله، هم المرض وهم الفشل وهم التفليسة وهم التورط والتهور وهم الخطية وهم السجن وهم الضيقة، شال كل ده عني. فلما بطرس بيقولها مش زي ما انا بقولها لكم، انا بوعظ ملقين كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم، بس هو لما قالها عن اختبار. صدقوا ده، صدقوا لاني اختبرت وشفته بيعمل كده. بس خدوا بالكم عشان ما تغلطوش تاني، اصحوا واسهروا، برضك بيتكلم عن الصحيان لانه هو اكتر واحد نام. ليه؟
لان في آلام جايه لكم من مين؟ من الشيطان. احنا اتكلمنا على آلام جايه من الله، وآلام جايه من المجتمع، وآلام جايه من الشغل، وآلام جايه من البيت، وآلام جايه من الناس اللي حواليا. دلوقتي هنتكلم عن آلام جايه من مين؟ من الشيطان. اصحوا واسهروا لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه. هو عايد على الشيطان، يبتلعه هو. الشيطان يبتلع، هو يبتلع. ما بين هو اللي يبتلع وما بين هو الأولانية الذي يعتني، الآية اللي قبلها على طول. فزي ما في هو عايز يبتلعك، في هو عايز يعتني بيك. بس اصحى ان الخطية اللي انت عملتها جاية لان في واحد مستني لك على الغلطة. في خصم بيشجعك انك تبقى قاتل وسارق وفاعل شر ومتداخل في امور غيرك. فاصحى واسهر. اصحى بمعنى تيقظ، واسهر يعني خليك صاحي، مش تتيقظ للحظة وتنام تاني. اصل بطرس جربها في بستان جثيماني، كان قال لهم اسهروا وصلوا معايا. التلاميذ عملوا ايه؟ راح صحاه، فصحيوا لحظة وراحوا ايه؟ راجعين نايمين تاني. عشان كده هو بيقول الاتنين ورا بعض، مش بس تصحصحوا وتفضلوا سهرانين، لأن في عدو يجول ملتمسا من يبتلعه. في مقاوم وفي مشتكي. هو زائر يعني بيعمل صوت، وجعان وعايز يبتلع، ملتمس بيدور على حد. فعشان كده موقفنا من الشيطان، احنا ما بنهونش من قوته ولا نهول من قوته. في ناس يعني بعض الطوائف تقول لك الشيطان ده تحت الايه؟ اقدام. عملت ايه هنا؟ هونت. وفي ناس تانية تهول، الشيطان شاطر والشيطان غلبني والشيطان عمل لي. فبيقول خد بالك ما تهونش، لانه هو عمال يجول ملتمس من يبتلعه. وما تهولش لانه كأسد لكن ما هواش أسد. هو يبدو ان ليه منظر الأسد، لكن في واقع الأمر ما هواش أسد، لأن ما فيش غير أسد واحد اللي هو خرج من سبط يهوذا. هو لا يفترس ولكنه يظأر. ما قالش كده خصم يفترس، قال خصم ذائر يظأر. ملتمس، يعني ايه ملتمس؟ يعني لما واحد يلتمس يعني يتمنى، لكن ما عندوش قدرة، ما عندوش لا قوة ولا قدرة، ولكنه يتمنى أن يبتلع أحد. طب هيبتلع مين؟ اللي هيحط نفسه ببقه. مش معنى كده ان احنا ننام، لانه يقدر عليك لو انت نايم هيبتلعك. وده جربها بطرس، ان كل مرة نام فيها صحي عمل ايه؟ عمل مصيبة. لكن يقول قاوموه، تستسلموش ليه؟ قاوموه يعني ما تقبلوش عمله، ارفضوه. زي الكلب اللي بيفضل ينبح، لو انت ما عبرتهوش ومشيت هيسيبك، لكن لو خدت معاه ابتديت تتكلم معاه هيقعد ويلزق فيك.
عشان كده بيبتلعنا ازاي بقى الشيطان ده؟ مش بيبتلعنا بيحطنا بين اسنانه يعني ويقعد يقرقش فينا، لكن يغرقنا بفيض من الهموم والآلام والغم والأحزان، لدرجة ان الهموم والغم والأحزان دي تعمل ايه؟ تبتلعنا. لكن يقول قاوموه راسخين في الإيمان، ثابتين. الإيمان ده ترس الإيمان اللي تقدروا بيه تطفوا سهام إبليس الملتهبة. طب إيماني بإيه؟ إيماني في وجود الله وقدرة الله وصلاح الله ومحبة الله ليا. ده الإيمان بتاعي، إن ربنا موجود وربنا قادر وربنا صالح وربنا بيحبني. هو ده الثبات بتاعي في مقاومة الشيطان. عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. طب لو أنا مش قادر أقاوم إبليس، يبقى عندي مشكلة في حاجة من الاتنين: إن أنا مش راسخ، أو إن أنا أصلا ما عنديش الإيمان، مش ثابت، أو إن أنا مش مصدق. طب ودي مشكلة هنعمل فيها إيه؟ يروح لحقنا على طول: إله كل نعمة. قدامكم إله كل نعمة، لقب لطيف قوي لله، إله كل نعمة. بولس بردك سمى ربنا لقب تاني لطيف: أبو كل رأفة. بولس سمى ربنا كده أبو كل، أبو يعني أصل كل رأفة. لكن هنا بطرس سمى ربنا إله كل نعمة. بعد ما تألمتم يسيرا، سواء في قليل في القوة أو في الوقت، هو مقابل، هو اللي عايز يبتلعني. كان زمان في العهد القديم اللي ياخد الطوبة، أو يعني يمدحوه قوي، يقول: طوبى لمن إله يعقوب. اشمعنى يعقوب؟ لأن يعقوب ده كان عبارة عن كمية من المكر والخبث والخطية والإثم، لكن اتحط في ايدينا الله، الله صنع منه ايه؟ إسرائيل قديسك. فيقول: يا بخت اللي يقع في ايدين إله يعقوب. طوبى لمن إله يعقوب معينه. بطرس بقى في العهد الجديد يقول: يا بخت، طوبى لإله كل نعمة الذي دعاني. ما هو جربها، ما هو بطرس ده كان كمية من التهور والاندفاع والحماس الغبي والخطأ، لكن عمل ايه؟ اتحط في إله كل نعمة، فدعاه للمجد الأبدي. ده دعاني إلى مجده الأبدي. الله لما يدعو، مش بس يدعو، لكن مسؤول عن توصيلي لحد ما اخد الدعوة دي واتمتع بيها. اللي دعاني هو اللي وصلني، انا ما وصلتش لوحده. لانه ممكن حد يجي يدعيني، يديني دعوة، وبعدين انا مش عارف العنوان ومش عارف اوصل ومعيش عربية. انا خدت الدعوة لكن ايه؟ لكن ما اجمل اللي اداني الدعوة ده هو المسؤول عن توصيلي.
ربنا مش ادى الدعوة بس لبطرس، لكن ربنا كان مسؤول عن توصيل بطرس للمجد بالنعمة بتاعته. هو كمان مسؤول عن وصولي. بعدما تألمتم يسيرا، يقول عن 4 حاجات النعمة دي تعملها في حياتنا. أول حاجة النعمة دي إيه هما؟ يكملكم، يكمل كل نقص وكل ضعف، كل عوز فيا. مش بس يكمل، ده كمان يغطيني ويفيد. تاني حاجة يثبتكم. الشيطان ده أصله لئيم، اللي بيلعب في المصارعة أو الملاكمة من ضمن التكتيكات بتاع اللي بيلاكمه يقولك عشان تغلب عدوك شوف نقطة الضعف اللي فيه وإيه وركز عليها، اضربه في الحتة اللي بتوجعه فيستسلم. الشيطان بقى عارف الحتة اللي بتوجعني فين، عارف نقطة ويركز عليها. عشان كده ما بقدرش أثبت. لكن في واحد تاني يعمل إيه؟ يثبتني، ما بيسيبنيش فريسة ليه. فهو مش بس بيكمل الناقص فيا، لكن كمان بيثبتني. نمرة 3، مش بس يثبت، يقويكم. يفضل يمدني بالقوة المتجددة يوما فيوما. وآخر حاجة وأعظم حاجة يمكنكم. يمكنكم يعني يوصلكم تحققوا للنصرة على الألم. مش كده في آية رائعة قوي في سفر أشعياء يقول عندما يأتي العدو كنهر، يعني العدو اللي جاي عليا ده زي النهر هيجري في كل حاجة، يقول نفخة الرب تدفعه. ربنا يروح نفخ فيه كده طيره. العدو اللي جاي عليا ده زي النهر، يروح ربنا نفخ لي فيه فيكملني ويثبتني ويقويني ويمكنكم. له المجد والسلطان. كلمة بيقولهاش كده اعتباطا. المجد كلنا شفناها رسالة المجد، لكن ايه حكاية السلطان؟ ما أعظم سلطان الله. يقول ما أعظم أعمالك يا رب لأنها كلها بحكمة صنعت، كل الأمور تعمل معا للخير. ده سلطان الله، إنه يحول كل ألم في حياتي للخير. 10 مرات جت كلمة النعمة في رسالة بطرس. يقول كده النعمة دي هذه هي النعمة الحقيقية. نعمة حقيقية، مش نعمة كذابة، مش نعمة متغيرة، نعمة ثابتة تدوم إلى الأبد، التي أنتم بها أنتم بها إيه؟ لا ده بتاعت بولس. يقول النعمة التي أنتم بها تقومون. تقومون يعني عنوان الإقامة بتاعتكم مكتوب فين؟ في نعمة ربنا. محل الإقامة بتاعنا نعمة ربنا. يقول بيد سلوانس الأخ الأمين كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا أن هذه نعمة الله الحقيقية التي فيها تقومون. عنوان الإقامة بتاعكم فين؟ نعمة ربنا. بس خدوا بالكم من حاجة، سلوانس ده كان تلميذ مين أصلا؟ سلوانس ده هو سيلة، كان ماشي مع مين؟ مع بولس. طب وامتى بولس خد سيلة؟
لما حصلت خناقة بينه وبين برنابا بسبب مرقس، راح بولس أخد سيلة وبرنابا خد مرقس، ومرقس ده قريب برنابا وقريب بطرس. وعارفين طبعا ان كان في خناقة بين بولس وبطرس. بس شوفوا حاجة غريبة هنا حصلت. فبيقول ان اللي كتب الرسالة دي سلوانس اللي هو تلميذ بولس. وبعدين بطرس بيكمل: تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم ومرقس ابني. ده مرقس ده اللي اتطرد من مين؟ من بولس. دلوقتي مرقس وسيلة الاتنين مع بطرس. ده يعني بحسب المفهوم كده ان مرقس لازم يبقى بينه وبين سيلة حزازية. لكن حاجة عجيبة حصلت في الكنيسة، ان بالرغم من الخلافات اللي حصلت في وقت من الاوقات، الا ان ما حدش شال من التاني حاجة، بل بالعكس كنيسة الله لا توجد بها حذاذيات. طب هم ازاي كلهم اتغيروا كده؟ وبولس بعد شوية يعني يقول مرقس نافع لي للخدمة ويقبل مرقس، وبعدين بطرس اللي قومه بولس وقال لأنه كان ملوما أنا لمت وزعقت فيه، يروح كاتب في الرسالة الثانية على بولس يقول كده ان بولس كتب لكم أشياء صعبة الفهم يحرفها بعض الغير علماء، ويمدح في بولس. الله، طب ده لسه يعني عامل فيكم مسوي. ايه اللي غير الناس دي كلها؟ ايه اللي غير بولس وبطرس وسيلة ومرقس؟ الألم. الألم خلاهم يوصلوا للنضوج، فقدروا يحبوا بعض ويقبلوا نعمة بعض، نعمة ربنا، فيقدروا يقبلوا بعض بعد كده. الألم كان سر النضوج بتاع الكنيسة. فسيلة يخدم مع بولس وبعدين يخدم مع بطرس، ومرقس يخدم مع بولس وبرنابا، وبعدين يخدم مع بطرس، وبعدين يرجع يخدم بولس تاني ومع سيلة اللي جه مكانه. لكن الكل بيسلم على بعض بقبلة المحبة. ازاي المحبة دي اتعملت والنعمة دي اتوجدت؟ لأن الألم وضبهم كلهم فبقوا ناضجين. لأن الألم تملي لابد أن يكون ليه فايدة. أيوة. عشان محتاجين نعمل الأربع خطوات الأخرانيين. نروح للرعاة، نخضع للتأديب. نعمل ايه بعد ما نخضع للتأديب؟ نتواضع تحت يد الله القوية، ان احنا نصحى ونسهر وناخد بالنا. بعد ما عملنا الأربعة الأولانيين، قبلنا وفرحنا وفحصنا ذاتنا واستودعنا لأنفسنا لله. في حاجة من دول ناقصة. إذا كنت أنا بتألم ومش قادر أرتاح، أسأل نفسي: طب أنا قبلت؟ طب أنا فرحان؟ طب أنا فحصت نفسي؟ طب أنا استودعت نفسي؟ هتلاقي عنصر ناقص ما اتعملش. عشان كده أنا مش مرتاح ومش قادر أحب. معنى كده ان انا لو في ألم مش شايف المجد وانا في وسط الألم، ابقى ناقصني واحدة من الأربعة. لأنه أي ألم، اتفقنا كده، أي ألم ليا وفيا وبيا.
3 مكتملين. طب اتفضلوا نصلي.
نلقي كل ضيقاتنا ومشاكلنا عليه، لأن لنا إله راعي أمين خالق أمين نستودع نفوسنا يا رب بين يديك. جعلنا مستحقين يا رب ان احنا نقول لك بالشكر: يا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، لكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة